السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم دروكا يدخل لكم بالصحة والهنا وباش ما تمنيتو يا ربي. ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالي. اليوم غادي نشارك معكم المقروط او المقروط الوجدي. المقروط ديال التمر كيجي اكثر من رائع. غادي نشارك معكم نصائح باش يصدق معكم ويجي زوين وبلا ما يتفتت لكم في المقله. كيجي معلك ورائع في المذاق. تابعوا معايا المقادير والطريقة حتى الاخر باش يصدق معكم ان شاء الله. نبداو على بركة الله. اول حاجه كنديروها هي السميده. كناخذوا السميده الغليظه اللي كناخذوا هنا قياس كيلو. درت معاه كاس ديال العنبه ديال الزيت ونص. غنخلطهم بحال هكا مزيان. راني سرعت الفيديو هكا مبغيتش نقطع باش ما نقطعش لكم التفاصيل. هنايا من بعد ما بسيتو بهكا بالزيت غادي نخليه ليله كامله. هو من الاحسن يبقى ليله كامله، واللي كان مزروب يخدم ديك الساعات، ولكن من الأحسن وشحال ما بقى كتكون النتيجة أحسن. يعني أنا في هاد الوقيته اللي صوبته خليته ليلة كاملة وما صوبته حتى لغد ليه في العشية، يعني بقى واحد 30 ساعة هكذاك. من بعد كندوز نوجد التمر هنايا كندير المعجون. كيلو ديال السميد كياخد لي نص كيلو ديال التمر المعجون. درت فيه 2 معالق ديال الزبده صغار، معلقه ديال القرفه، وهذيك المعلقه اللي درت طحنت عندي واحد العطريه كنصاوبها فيها شويه ديال البسباس، شويه ديال النافع، شويه ديال حبه حلاوه، و وشي حبات ديال القرنفل، وشويه ديال الكوزه غير هكا. وكنطحنهم ودرت بهم معلقه، ما تكثروش غير معلقه. كنزيد لهم معلقه ديال المزهر. كنعجنهم هكا حيت التمر زوين. كنخلطو من بعد كنشدو كنحربلو بحال هكا. وهاد الكويرات راني دايراهم باش نوريكم الشكل الاخر ديال الطابع، يعني اللي بغى يصاوبو بالطابع واللي بغى يصاوبو هكا مقروط مقطع. كناخد هنايا 50 غرام ديال الزبده اولا 60 غرام هكذا، يعني 60 بين 60 و 50 غرام ديال الزبده. كنديرها مع السميده من بعد ما خليتها ليله كامله كما قلت لكم. وكنخلط مزيان ديك الزبده حتى تلبس كاع داك السميد. وكنزيد 300 غرام ديال الدقيق، الفرينه عفوا، كنزيدها من بعد ما نكون غربلتها. وكنزيد نفس العطريه، كندير معلقه صغيره بهذيك اللي درت في التمر باش كيعطي واحد النكهه زوينه. كنخلط بحال هكا وكنضيف الماء. 2 كيسان ديال العلبه كنضيفهم في الاول، والثالث كنخليه كنضيفو شويه بشويه. يعني ممكن تشرب وممكن لا، يعني ما تزيدوش داك الماء مره واحده باش ما تضيع لكمش العجينه. هنايا من بعد ما تكون وجدت كلش التمر وجدتو، يعني ما تعجنوش حتى تكون وجدتو التمر، حيت السميد كما نقول لكم دائما السميد كيتشرب. يعني تعجنوه عادو توجدوا التمر غادي تلقاوه تشرب لكم. كما شفتوا راه الماء شاطلي. درت 3 كيسان ديال العلبه، يعني 2 ونص اللي درت اللي خدات العجينه. وبعض المرات ممكن تاخذ لكم 3، داكشي على حساب يعني السميده. من بعد هنا غادي نبدا نقرص بهاد الطريقه. كنستعن بالمدلاك باش يعاونني. كديروا هكا، ما ديروش غليظ بزاف. وواحد الملاحظه، الناس اللي كيبغيو التمر يديروا التمر كتر، واللي كيبغيو السميد كتر يعني يديروا العجينه غليظه والتمر غير قليل. انا كيعجبني التمر، داكشي علاش كثر التمر. وكنرقق العجينه، كنستمر هكا نصاوب العجينه. كنستعن بيدي وبالمدلاك وكنحط التمر على الجلد ديال العجينه كما كتشوف في الفيديو. وكنستعن بالموس باش نطلعها. نتمنى ان الفيديو يكون واضح تستافدوا.
بحال هكا كنبقى نلوي. وكما قلت لكم اللي بغى السميد يدير كتر من دوره، اللي كيبغي غير التمر يدير غير دوره وحده صافي. وهنايا غادي نحربلو باش ياخد الشكل ديالو بحال هكا كما كتشوفوا. ومن بعد قرصوه واحد شويه باش ما يجيش غليظ بزاف، بهاد الطريقه اللي راني كندير. وغادي تاخدو يعني اللي ما عندوش باش يطبع يقطع بحال هكاك، واللي عنده باش يطبع ويقطع كيجي الديكور حسن. داكشي على حساب الموجود في الدار. هنايا غادي نقطعهم، وحاولوا تقطعوهم يعني نفس العرض. غادي نستمر في العمليه ديالي اللي كنت كندير حتى كنكمل الكميه اللي عندي. وحاولوا ديروا يعني دغيا باش هكا العجينه تبقى معكم طريه. انا راه بقات معايا طريه ما وقع لها والو. ومن بعد كنخليهم هادو ماشي ضروري تقليوهم تما شحال ما خليتوهم كيكون حسن. انا صاوبتهم في ديك العشيه وخليتهم حيت هكا باش ما يتفشفلكمش في الزيت. الاغلبيه كيتشكى لنا المقروط فاش كيديروه في الزيت كيتفشفش، هذا ما كيتفشفش كيبقى هو يعني. وممكن طيبوه في الفران بالنسبه للناس اللي ما يبغيوش الزيت، طيبوه في الفران. ولكن انا شخصيا كيعجبني اللون اللي كيعطيه الصراحه، كتعطيه الزيت كيطلع حسن. هنايا كنستمر في داك التقطاع ديالي، وغادي نوريكم الشكل ديال الطابع حتى هو ساهل. كناخدو التمر كنديروه في العجينه كنطبعو بهاد الطريقه كيجي الديكور حسن. ومن بعد ملي كنكمل كما قلت لكم خليتهم راه ما طيبتهمش تما اللي خليت السميده حتى نشفت عاد وقليتهم. ما كيتفشوش في الزيت، ما كيتفتتوش يعني ما كيتفتتش المقروط في الزيت. هذه هي النتيجه كما كتشوفوا. واللي كما قلت لكم اللي ما عندوش الطابع يقدر يقطع غير بالموس، ندير العبار غير بيدو ويقطع. وهنايا انا تعمدت نخلي التمر باين كيعجبني التمر يكون باين هكا كيعطي ديكور زوين. هنايا درت الزيت، ضروري الزيت تغطي المقروط. بعد ما تاكدت بان سخونه بديك شويه ديال السميد اللي رميت فيها كنحط المقروط. في الاول كنبدا نحركو غير بشويه هكا كندفع من كل جهه باش هكا ما يتحمرش دغيا والنار تكون مجهده. ومن بعد ما كنشوفو شاد راسو كنبقى نقلبو كما شفتوه بدا كيتحمر. كنقلبو كنبقى نحركو باش ما يتحرقش. ضروري نتحركوه باش يطيب من الداخل حتى من الداخل. بعد ما كيتحمر كناخدو كنديرو في العسل. هاد العسل راه صاوبتها انا، غادي نحط لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. شوفوا كيف دايره كتخرج عاقده وزوينه واللون واعر. من الاحسن تجربوا هادي احسن من ديال برا. شوفوا معايا كيفاش محمر كيكون مفتت بزاف واعر في المذاق. انا كيعجبني بزاف. شوفوا معايا الزيت ما فيهاش شي تمر ولا شي فتات ديال المقروط، من غير داك شويه نورمال. هنايا درت الاخر وتا هنايا تبداو تدفعوا شويه وشويه باش ما تخرج لكمش التمر. والطريقه باش تقلبوا قلبوا بالقنات ديال السميد، ما تقلبوش بالجهه اللي فيها التمر هكا باش ما يضيع لكمش. حيت فاش كيكون يلاه درتوه في المقله كيكون عاد طري. كنستمر بهاد العمليه حتى كنكمل المقروط اللي عندي. نتمنى انكم تتبعوا نصائح والطريقه كامله وغادي يصدق معكم 100%. ثقوا بيا راه كيجي واعر. توجدوه رمضان ان شاء الله. ما تنساوش تدعموني بالاشتراك في القناه ديالي وبارطاجيو القناه ديالي مع الاصدقاء ديالكم وديروا ابوني باش يوصل لكم الجديد ديال الفيديوهات اللي كنحط. وخليتكم على خير ودمتم سالمين.